السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد مرور الجولة السادسة في مسابقات كأس الكونفدرالية الإفريقية، تمكنت مجموعة من الفرق من التأهل بشكل رسمي، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقطع بإذن الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، بدون أن نطيل لندخل في صلب الموضوع بإذن الله تعالى وبركاته. فالفرق التي تأهلت هي كالآتي: في المجموعة الأولى تمكن من التأهل اتحاد العاصمة بعد أن كان في رصيده 14 نقطة، وفي الوصافة تأهل أولمبيكاس في المغربي برصيد 13 نقطة. أما المجموعة الثانية الوداد الرياضي برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة منيمة برصيد 12 نقطة. في المجموعة الثالثة شباب بلوزداد برصيد 15 نقطة، وفي الوصافة أوتو برصيد 9 نقاط. أما بخصوص المجموعة الرابعة فتأهلت الزمالك برصيد 11 نقطة، وفي الوصافة تأهل المصري برصيد 10 نقاط. على العموم، ألف مبروك لجميع الفرق التي تأهلت، وحظ أوفر للفرق الباقي. نتمنى كما قلت في المقطع الذي خصصته للفرق التي تأهلت في دوري أبطال إفريقيا أن تقدم لنا هذه الفرق التي تأهلت فرجة كبيرة، متعة كروية كبيرة، الاستمتاع الكبير بعيدا عن جميع المشاكل الأخرى. فمتابع كرة القدم يريد أن يشاهد المتعة الكروية فقط، وأن يخرج منبهرا من الأداء وكذلك من النتيجة. فالنتيجة المفاجئة والأداء المفاجئ هو ما يجعل المشجع كرة القدم، وأتحدث عن نفسي شخصيا، يتابع هذه اللعبة وينتظر المفاجآت الكبيرة والمتعة الكروية. وبهذه المناسبة ألف مبروك للفرق المغربية التي تأهلت: أولمبيكاس في ألف مبروك لها في وصفة المجموعة الأولى، الوداد الرياضي في صدارة المجموعة الأولى كفريق قوي جدا جدا في هذه المسابقات في المركز الأول برصيد 15 نقطة. ألف مبروك لهذين الفريقين، ونتمنى أن يصلوا إلى النهائي، ولما لا أن يحقق أحدهما اللقب بإذن الله تعالى وبركاته. على العموم، حتى لا نطيل عليكم، هذا ما يوجد في هذا المقطع. نلتقي في مقطع آخر وفي موضوع آخر بإذن الله تعالى وبركاته. ومرحبا بالجميع في قناتي المتواضعة التي أقدم لكم فيها معلومات كروية دائما بإذن الله تعالى وبركاته. شكرا على الدعم، شكرا على التفاعل، شكرا لكل من التحق بنا مؤخرا، ومرحبا بمن لم يلتحق. نلتقي في مقطع آخر حتى لا نطيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.